لجامي يلعب كرة لعبد الله مادو، تمريرة أمامية في حضور قوية يملؤون نصف الملعب والنصف الآخر للنصر للجماهير النصراوية. الزمالك واليوم مباراة لمن أكيد سيكون واحد متأهل واحد خارج البطولة من دون شك، إلا إذا خسر الشباب مثلا وفاز الزمالك اليوم من الممكن أن يتأهل. حسابات بالنسبة لهذه المجموعة الوحيدة التي لم يتأهل منها أي فريق لحد الآن. كرة نصراوية على اليمين، سلطان الغنام، بينية لكريستيانو، بعيدة على كريستيانو، سجل هدف في المباراة الماضية، هدف جميل بالراس، يضع كريستيانو اللي أكثر من سجل أهدافا في الرأس في تاريخ كرة القدم. شوف الأرقام، شوف رجل الأرقام، الرجل التاريخي كريستيانو، 145 هدف لأن يتجاوز جيرد مولر الألماني، لأن يكون أكثر من سجل بالرأس. هنا خطأ لتاليسكا، مخالفة موجودة لتاليسكا. مباراة كرة قدم، مباراة ستكون شيقة وممتعة وفيها إثارة كبيرة منتظرة. شوف الخطأ على دونجا ومخالفة كان قريب، ونحن مع الربع ساعة الأولى في شوط المباراة الأول، لا زلنا في الربع ساعة الأولى، 14 دقيقة لحد الآن في شوط المباراة الأول، ومحمد صبحي يعطي توجيهاته وتعليماته. هذه كرة يسارية لأندرسون تاليسكا، خطأ في مكان مناسب للتصويبة مباشرة على المرمى. وتاليسكا، وكرة ربما تلعب عرضية وربما تسدد مباشرة. النصر عنده خطأ قريب من مرمى الزمالك، وتاليسكا عند الكرة ثابتة، وسط تراجع زملكاوي. تاليسكا تترك الكرة للبرازيلي والتصويب، وكرة خطيرة جدا على مرمى محمد صبحي الموجود في المكان المناسب. شوف، اصطدمت الكرة وتغير اتجاه، اصطدمت الكرة بسيف الدين الجزيري، لكن حركة محمد صبحي سريعة جدا. عاد كرة لكريستيانو، تمريرة بينية طويلة على تاليسكا وإلى يد حارس المرمى محمد صبحي. تمريرة طويلة من اللقب، لأن النصر لم يحقق لقب البطولة العربية في السابق، ولم يصل حتى للمباراة النهائية في 7 مشاركات في البطولات العربية، 34 لقاء. النصر وصل إلى نصف النهائي لكن لم يصل إلى المباراة النهائية. الزمالك من دون شك طبعا عنده بطولة من 8 في المشاركة، مشاركته الثامنة، حقق اللقب في مشوار الزمالك في 2003، البطولة التي أقيمت في مصر. عندنا كرة تصل زملكاوية، تصل على جهة اليسرى، تعاد للخلف، وعند محمد صبحي المدرب الذي حقق آخر لقب آسيوي للسعودية في 96. عندنا كرة فيها محاولة والجانب من الحضور في ملعب المباراة، خطيرة جدا على مرمى النصر. تيليس يعيدها للعقيدي، والعقيدي يرسل كرة على جهة اليمنى، تمريرة عليوة يمرر، خاطئة في التمرير، والكرة تعود زملكاوية فيها محاولة مرور خطير، ومرور وشيكو، وفرصة زملكاوية خطيرة جدا على المرمى، خطيرة. الزمالك في خطورة كبيرة، ومحاولة جادة على مرمى النصر للوصول والتسجيل، لكن على الطرف الأيسر تمريرة بينية ومحاولة، لكن أيضا التغطية موجودة. راحت مرة أخرى، فوفانا يمرر لتاليسكا،
انطلاقة سريعة على الجهة اليسرى، محاولة مرور من جانب غريب، وغريب يتقدم ويبحث عن تمريرة، تغطية موجودة عليه. تاليسكا يمرر لبروزوفيتش، تيليس على الطرف الايسر، تيليس ينقل الكرة الى الامام، ولكنها الكرة تطول وتذهب الى يد حارس المرمى، الى يد حارس المرمى محمد صبحي. الزمالك غريب مع كريستيانو، مرور ممتاز، وغريب يمرر كرة لفوفانا ولكنها قصيرة على تيليس خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية كبيرة في الكرات العرضية. هنا حكم المباراة يشير إلى خطأ في المحاولة على الجهة اليسرى. شوف تيليس، عرضية خطيرة وكرة خطيرة جدا، خطيرة. أنا قايل لكم كرات العرضية صعبة وخطيرة. لاعب فنان، شوف العرضية الصح في المكان الصح، لكن لاعب الزمالك يتدخل يبعد الكرة قبل تاليسكا. نعم، قلوبهم الطاهرة الصافية النقية، الأطفال الحاضرين في ملعب، لقطات جميلة من ملعب المباراة في استاد مدينة الملك فهد بالحوية. تلعب كرة عرضية ومحاولة خطيرة ورأسية فوفانا. حكم المباراة يشير إلى خطأ. قوة بدنية، هذا عبد الله مادو في ارتقاء ومحاولة، لكن خطأ لمصلحة نبيل عماد دونجا، خطأ لدونجا. مخالفة موجودة، 24 دقيقة الآن مرة. يمرر لبروزوفيتش، قطعت الكرة، عادت من جديد لدونجا، يغير اتجاه اللعب لأحمد. كرة عند أحمد فتوح، الآن عند فتوح. زيزو مع وكرة أمامية طويلة للجزيري، بعيدة على الجزيري، بعيدة وإلى يد حارس. راحت الكرة لعمر جابر، يمرر لفتوح من كرة أمامية لمصلحة شيكا، خطيرة للزمالك، وشيكا يبحث عن مين؟ شيكا يريد أن يلعب كرة عرضية، تيلس في التغطية، يفتك الكرة أليكس ويبعد الكرة إلى الأمام أقرب للمثلوثي. هذا وكرة فيها كرة عرضية، تغطية موجودة، راحت الكرة من جديد سريعة للعليوة، يريد أن يمرر، قطعت الكرة وعادت مرة أخرى. نصراوية مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية. جانب من الحظوظ في ملعب المباراة، رمية جانبية للنصر. تلعب الكرة عند نواف العقيدي، تصل كرة لعلي الأجامي، يمرر كرة لنواف ثم لتيليس، ضغط زملكاوي عالي، وكرة للعقيدي خطيرة جدا، خطيرة على مرمى النصر، والزمالك يضغط بطريقة رائعة. ثم الكرة تذهب لمصلحة سلطان الغنام، يلعب كرة في منتصف الملعب تماما، وحكم المباراة يعطي خطأ للسيسي، خطأ لعمرو السيسي، خطأ لعمرو السيسي. لعبت الكرة، وصلت سريعة نصراوية، مرتد الآن، يمر غريب، وقعت من أمامه، راحت زملكاوية، والزمالك يحاول على اليمين، شيكا بالا، يمر شيكا، يريد أن يلعب كرة، لكن أيضا قطعت وعادت من جديد نصراوية. تمريرة لمصلحة كريستيانو، طالت على كريستيانو وراحت إلى خارج أرضية الملعب. كنترول لم يكن موفقا من كرات طويلة، يستمر في لعب الكرات القصيرة. أكيد هذه توجيهات إخوان. فتوح يلعب كرة لعمر جابر على جهة اليسرى، ثم لدونجا، ضغط نصراوي، والزمالك الآن يحاول الخروج بالكرة،
يستطيع ويفعل ذلك، وتمريرة جميلة للسيسي، بينية للجزيري، مر الجزيري، خطيرة زملكاوية، مر الجزيري وتقدم إلى الأمام، ولكن تغطية موجودة لمن بطاقة التأهل. اللقاء الفرق التي تتصارع عندنا في هذا الملعب، النصر والزمالك والشباب أمام فيري الذي فقد الأمل في فرصة التأهل طبعا، وبالتالي تبقى البطاقتين بين الزمالك والنصر والشباب للوصول إلى ربع النهائي، والشباب هناك يتفوق على الاتحاد المونستيري. كرة تلعب عرضية ومحاولة الجزيري، على فرصة زملكاوية خطيرة، ارتقاء عالي ورأسية سيف الدين. شوف سيف الدين الخطير، لكن نواف العقيدي أبعد الكرة وأنقذ النصر من هدف أول. كرة لزيزو، يلعب الكرة لشيكا، وكرة عرضية خطيرة وإلى يد العقيدي، إلى يد العقيدي، سهلة إلى يد العقيدي، طويلة وأمامية ومحاولة، لكن أيضا تعود تقدم زيزو إلى الأمام مع السيسي، عمرو السيسي، بينية وخطيرة جدا، خطيرة وفرصة متاحة لمصلحة الزمالك، خطيرة جدا. كرة للنصر الآن، انطلاقة سريعة ومحاولة، فوفانا إلى عبد العزيز العليوة على اليمين، يلعب عرضية لكن التغطية من محمد عبد الغني، يفتك الكرة محمد عبد الغني، يلعب كرة قطعت من بروزوفيتش، مر بروزوفيتش أمامه تغطية من أكثر من لاعب، تقطع الكرة راحت سريعة، لكن نواف في المكان المناسب، نواف يخرج في التوقيت المناسب ويلعب كرة سريعة على اليمين للغنام ثم لبروزوفيتش، يرسل كرة إلى الأمام، كريستيانو حصل عليها، مرر تاليسكا باليمين، كان يضعها باليسار. تاليسكا اليمين ليست بجودة اليسار من دون شك، اليسار كراتا اليسار. السنغالي الفنان الوافد الجديد ساديو ماني السنغالي، إضافة كبيرة. النصر مرعب هذا الموسم، كريستيانو، ماني تاليسكا في الأمام، مرعب من دون شك. كرة لغريب يتقدم، يحاول على اليسار، فرصة للنصر، يلعب كرة تيليس، عرضية البرازيلي لم تكتمل. النصر الآن لعبت الكرة وحكم المباراة يوقف اللعب، يريد أن يطمئن على سلامة اللاعب الساقط على أرضية الملعب. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. شوف الكرة اصطدمت، بالسلامة إن شاء الله لحمزة المثلوثي، سلامة لحمزة المثلوثي. جانب الجماهير الزمالك، تصويبه وقوية جدا، قوية من بروزوفيتش لم تكتمل، وعندنا حكم المباراة يشير إلى مخالفة، خطأ موجود الآن، خطأ موجود وبطاقة صفراء ربما. زيزو واحد من الخيارات المهمة للزمالك، بطاقة صفراء على عبد الله مادو. شوف زيزو فنان سريع ومهاري وقدرات كبيرة، واحد من اللاعبين. فوفانا على اليمين، سلطان الغنام يملك الكرة الآن، الغنام يبحث عن مين، يلعب كرة تمريرة بينية للعليوة وفرصة للنصر الآن، لكن تطول الكرة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية نصراوية. شوف الكرات، تمريرة جميلة من جانب كريستيانو للعليوة، 19 سنة فقط العليوة، 19 سنة فقط، لاعب الشاب، لاعب الذي يأخذ فرصته أساسيا في مباراة اليوم
وهو الذي تأسس وتكون في النصر، يأخذ الفرصة، يعطيها الفرصة لويس كاسترو. وضربة زاوية نصراوية عند تيليس، تلعب الكرة العرضية الآن خطيرة وراسية. على فرصة نصراوية خطيرة وراسية عبد الله مادو كان لوحده وراسية إلى يد محمد صبحي، كان لوحده مادو، كان من الممكن أن يسجل، كان من الممكن أن يتقدم، لكن إلى يد محمد صبحي، تعلق فيها محمد صبحي، راحت في المرتدة، وصلت عند شيكا يحاول يلعب عرضية وراسية السيسي، راحت كرة عمرو السيسي. هذا الرد من الزمالك، هكذا يكون الرد، رد على كرة عبد الله مادو، راحت الكرة إلى خارج أرضية ملعب. شوف شيكابالا حطها على رأس عمرو السيسي، راحت الكرة ومرت إلى ضربة مرمى نصراوية. مرة أخرى بناء من الخلف من جانب النصر، لكن ضغط عالي للاعبي الزمالك، ضغط عالي. وهنا كرة لمصلحة تيليس، حصل عليها على اليسار، ينطلق في كرة كريستيانو، يحاول كريستيانو، قطعت من أمامه، راحت في المرتدة، وصلت لشيكا، ينقل كرة إلى الأمام سريع على الطرف الأيمن لمصلحة الخطير زيزو عرضية، نجح في لعب الكرة العرضية، لكن تبعد الكرة، تعود لفتوح، فرصة زملكاوية وعلى اليسار خطيرة، والتصويب وكرة خطيرة جدا لفتوح، اللاعب الدولي المصري فتوح المتقدم إلى الأمام. الزمالك خطير حينما يتقدم إلى الأمام، يشكل خطورة كبيرة على مرمى النصر. راحت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة زاوية، تشجيع متواصل، والزملكاوية يهتفون باسم الزمالك، يساندون ويعملون لأن يكون الزمالك في ربع نهائي البطولة، يحاولون ويمنون النفس لأن يتجاوز النصر في مباراة صعبة على الفريقين. كرة لعمرو السيسي، عرضية السيسي الآن والتصويب، وكرة مرت سليمة على مرمى نواف العقيدي. مرة أخرى فتوح، كرات خطيرة وفرص متاحة لكلا الفريقين. يرسل كرة إلى الأمام، عمرو السيسي وعبد الله مادو من مبدأ الأمان، يبعد الكرة قبل سيف الدين وإلى خارج أرضية ملعب إلى ضربة زاوية زملكاوية، ضربة زاوية للزمالك. ضربة زاوية عند أحمد سيد زيزو مع شيكابالا، أخطر اثنين في تشكيلة الزمالك مع سيف الدين الجزيري. شوف زيزو يحاول أمام تيليس، زيزو يريد أن يلعب كرة عرضية لكن أمام تغطية، راحت لشيكا، مر شيكا وتقدم إلى الأمام. شيكابالا يحاول، طالت الكرة عليه لكن ما زالت في ملعب المباراة، ما زالت عند دونجا، يرسل كرة للسيسي، خطيرة للزمالك، وتاليسكا في التغطية، متراجع تاليسكا في التغطية. لاعبي النصر يتراجعون للخلف، كل اللاعبين متراجعين للخلف، بينما الكرة لم تغادر ملعب المباراة في اللقطة الماضية على ما يبدو، وحكم المباراة تعطى استمرارية اللعب. وراحت الكرة الآن إلى ضربة زاوية زملكاوية، تلعب من جانب زيزو، ومحاولة تبعد بالرأس وتعود من جديد. ضغط زملكاوي على مرمى النصر، ومحاولات الوصول لمرمى نواف العقيدي، لكن لحد الآن النتيجة سلبية. الشباب في الصدارة لحد الآن، 1-0. إيفر بانيجا من ضربة جزاء يسجل الأول، والوحدة الإماراتي الثاني، بالتالي الأول من هذه المجموعة سيلعب مع الوحدة الإماراتي، والثاني سوية. قمة كبيرة لو تقابل النصر مع الرجاء
لإعادة ذكريات العالمية الأولى، العالمية التاريخية للعالمي، عندما لعب مع الرجاء البيضاوي المغربي وانتصر عليه في بطولة كأس العالم للأندية. كرة عرضية الآن خطيرة والتغطية موجودة، تبعد من محمد عبد الغني. أين كريستيانو؟ أين كريستيانو؟ سجل هدفا جميلا في المباراة الماضية بالرأس. الآن بروزوفيتش عند الكرة الثابتة وتقدم لاعبي النصر في الأمام، يتقدمون إلى الأمام ويحاولون الوصول لمرمى الزمالك. 3 دقائق قدرها حكم المباراة المغربي السيد رضوان جيد الذي يقدر الوقت البديل ب3 دقائق. لم تتوقف المباراة كثيرا، لم تتوقف في الشوط الأول، وضربة زاوية لمصلحة النصر الآن، ربما تكون آخر فرصة في المباراة عند بروزوفيتش. سقوط على أرضية الملعب، حكم المباراة يعطي تعليماته وتوجيهاته للاعبين بعدم الاشتباك والاشتراك داخل المنطقة. وهنا علي لجامي وحماية لكريستيانو، واحد أمامه وواحد خلفه. تلعب كرة عرضية الآن ومحاولة بالرأس، لكن أيضا التغطية موجودة وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة. صافرة موجودة، اشتراك حسام عبد المجيد مع كريستيانو في اللقطة الماضية. مرت الغنام، تنقل كرة أمامية لفوفانا، يحاول فوفانا يريد أن يلعب كرة عرضية، يتقدم الآن، ينتظر ثم يبحث عن مين يلف حول نفسه، يحاول تغطية من أكثر من لاعب. خطيرة نصراوية عند الغنام، والغنام لعب العرضية والتغطية في آخر لحظة على سلطان الغنام لأن تذهب الكرة إلى ضربة زاوية نصراوية خطيرة جدا للنصر من الطرف الأيمن. لم يوفق الغنام في لعب الكرة العرضية، كانت فرصة خطيرة للنصر، خطيرة جدا بعد إبعاد خاطئ من لاعب الزمالك، راحت إلى ضربة زاوية. تيليس يلعب العرضية راسية، لكن حسام عبد المجيد في التغطية وصافرة حكم المباراة. بايرن ميونخ الألماني موسم واحد فقط كان لعب مع البايرن، قبل ذلك كان عنده مشوار طويل في تشكيلة النصر لأن يضيف قوة للطرف الأيسر. أصبح غريب على الجهة اليمنى، وساديو ماني على اليسار، كريستيانو في الأمام، خلفه تاليسكا، الرباعي الصعب والقوي في خط المقدمة للنصر الآن. وسط طبعا بداية شوط المباراة الثاني ومحاولات الزمالك للتقدم إلى الأمام. قطعت الكرة، راحت سريعة تاليسكا لماني على الجهة اليسرى. الآن ماني يتقدم في كرة إلى الأمام وشد موجود، وحكم المباراة يعطي بطاقة للسنغالي، خطأ للسنغالي الفنان والمهاري واللي سيضيف قوة كبيرة للنصر. اليوم النصر، قائمة النصر 152 مليون يورو القيمة السوقية للاعبي النصر، أمام 20 مليون يورو فقط قيمة سوقية للاعبي الزمالك. وبالتالي يعني دائما مباريات كرة القدم لا تخضع لهذه المقاييس، لكن هذه واحدة من المقاييس التي يعني تعطينا قوة النصر خصوصا في الأمام مع تشكيلته، مع وجود كريستيانو وماني الآن. ثم تلعب كرة عرضية وراسية، وكرة أولى للسنغالي ضاعت، مرت سليمة بالقدم اليمنى لساديو ماني، راحت سليمة على مرمى الزمالك، راحت ومرت سليمة على مرمى محمد صبحي يا ماني. الكرة الثانية التي يلامسها ساديو راحت إلى خارج أرضية الملعب. تغطية ماني، خطف الكرة، يحاول أمام تغطية، والكرة من جانبي السنغالي. يعيد الكرة لتاليسكا، بروزوفيتش يمرر لكريستيانو، مر كريستيانو
ومرر كرة لتيليس، العرضية منتظرة الآن، أرضية هالمرة، أرضية من تيليس لكن راحت ومرت عند شيكابالا، يرسل كرة إلى الأمام، شيكا راحت للجزيري، جزيري أمام لجامي، مر الجزيري على الطرف الأيمن الآن، يريد أن يلعب كرة عرضية، يرسل كرة طويلة وأمامية عند زيزو أمام سلطان الغنام، يبعد الكرة الغنام، رمية جانبية لفتوح، لعبت لزيزو، زيزو يحاول سريعة في الشوط الثاني، راحت لفتوح، العرضية منتظرة والكرة خطيرة والراسية إلى يد حارس المرمى، إلى يد العقيدي، مطالبة بلمسة يد من جانب سيف الدين، راحت في المرتدة، تاليسكا، بروزوفيتش يريد أن يلعب كرة لغريب، قطعت الكرة، راحت زملكاوية، لن ينتظر الزمالك ولن ينتظر النصر، الآن حكم المباراة يوقف اللاعب، يوقف اللاعب المغربي، يوقف اللاعب المغربي، ولمسة يد موجودة على تيليس. الآن التقدير عند حكم المباراة، تقدير عند حكم المباراة سيد رضوان جيد. مثل هذه الحالات حالات صعبة، يعني هنا حكم المباراة سيقدر اللقطة هو لوحده، سيقدر، والآن هو اتخذ القرار وننتظر قراره. المغربي يعطي ضربة جزاء للزمالك، ضربة جزاء زملكاوية، ضربة جزاء زملكاوية، فرحة كبيرة لمدرج الأبيض، ضربة جزاء وبطاقة صفراء على البرازيلي أليكس تيليس. منعطف كبير ومهم في المباراة. الآن الزمالك يتحصل على ضربة جزاء، ومن يتقدم من لاعبي الزمالك يشرح الآن لتيليس المغربي ويقدر اللقطة، وأعطى ضربة جزاء وبطاقة صفراء على البرازيلي، بطاقة صفراء على البرازيلي. هنا سيف الدين الجزيري، ولمسة يد كانت موجودة قدرها رضوان جيد بضربة جزاء زملكاوية. مين أحمد سيد، زيزو عند الكرة أمام نواف العقيدي. الزمالك أمام فرصة للتقدم، الزمالك أمام فرصة لتسجيل هدف أول، يتقدم فيه الزمالك على حساب النصر، وأحمد سيد زيزو أمام فرصة لأن يضع الزمالك في المقدمة، لأن يتقدم للزمالك في شوط المباراة الثاني. فرصة كبيرة لأحمد سيد زيزو المحبوب من الزملكاوية، زيزو يتقدم، زيزو يسجل أحمد سيد زيزو ويتقدم للزمالك 1-0 للزمالك، 1-0 للأبيض. ليلة بيضاء لحد الآن، زملكاوية يا تيليس، 1-0 أحمد سيد زيزو. راح نواف العقيدي، راح نواف يرسل كرة أمامية وطويلة وخطيرة جدا، لكن محمد صبحي موفق في الخروج وفي التوقيت المناسب، يخطف الكرة من أمام ساديو ماني. راحت لعمرو السيسي، يتقدم السيسي. سريعة المباراة في الشوط الثاني، سريعة في الشوط الثاني. النصر لابد أن يكون إيقاعه أسرع إذا ما أراد أن يتعادل. كرة لفوفانا، فوفانا على يمينه للغنام، يبحث عن مين؟ تاليسكا في وسط الملعب، يرسل كرة لكريستيانو، بروزوفيتش مع ماني، خطيرة نصراوية، يحاول ماني وفرصة فيها محاولة، يتقدم الآن رونالدو، يحاول حكم الآن رونالدو
كرة لساديو ماني، تمريرة شيكا شيكا على اليمين، مار شيكا وما زالت زملكاوية. خطأ لشيكابالا، خطأ لشيكابالا، خطأ لشيكابالا. 37 سنة لنجم الزمالك وأحد اللاعبين التاريخيين للزمالك. شيكابالا واحد من النجوم الكبار من دون شك، سجل اسمه خلاص، سجل اسمه، محبوب كثير عند الزملكاوية. شيكابالا مع نجوم، واحد من اللاعبين المهاريين اللي قدموا للزمالك خدمات جليلة وكبيرة في البطولات الزمالك الماضية. تلعب كرة عرضية وإلى يد نواف العقيدي. 1-0 لمدرسة الفن والهندسة. الزمالك لا يزال متفوقا على حساب النصر بهدف أحمد سيد زيزو من نقطة الجزاء. كرة لبروزوفيتش، يلعب كرة لفوفانا على اليمين، ينقل كرة للأمام، محاولة من جانب غريب، أمامه تغطية، قطعان ينتظر ويمرر. فوفانا يحاول للنصر، فوفانا يريد أن يمرر، قطعت الكرة من أمامه. الكرة الآن سريعة لسيف الدين الجزيري، ينطلق سيف الدين الجزيري وأمامه تغطية موجودة، قطعت الكرة من أمام سيف الدين وراحت للغنام، راحت للغنام إلى بروزوفيتش. تقدم من جانبي ساديو ماني، ماني مع كريستيانو، ينقل كرة لكريستيانو، ماني مع بروزوفيتش، محاولات نصراوية، تمريرة لغريب على الجهة اليمنى الآن. تاليسكا ينقل كرة لسلطان الغنام، العرضية ممتازة وكرة خطيرة وفرصة للنصر الآن. شوف النصر في الأمام، شوف النصر في الأمام، شوف المحاولة والتغطية على الغنام، وخطأ على فتوح، خطأ على أحمد فتوح، مخالفة على أحمد فتوح. الغنام وربع ساعة مرت من زمن شوط المباراة الأول، ربع ساعة مرت، ربع ساعة مرت، والتغيير الآن قادم للزمالك. سيف الدين الجزيري، هنا الكرة على الكرة من جانب عبد الاله العامري. تغيير للزمالك، خروج سيف الدين ودخول محمد توفيق. محمد توفيق مكان سيف الدين الجزيري. التغيير الأول لسيد الكولومبي أوسوريو. محمد أشرف يدخل، وخطأ للنصر الآن، يتقدم لاعبي النصر في الأمام، يريدون الوصول من الكرة الثابتة، وتيليس ضعيفة من تيليس. كريستيانو وصلت للسيسي، عمرو السيسي بمهارة عالية بلفعه نفسه وتقدم إلى الأمام. عمر جابر يريد أن يلعب كرة، لجامي في التغطية، يخطف الكرة وتعود نصراوية. كونان على اليسار، كونان إلى جانب فوفانا، يرسل كرة لبروزوفيتش. تاليسكا، تاليسكا الآن للغنام، يطلب كرة ساديو على جهة اليمنى، تحول ساديو ماني، يريد أن يلعب كرة، اصطدمت بعمرو السيسي، سقط عمرو السيسي بالسلامة. بالسلامة لعمرو السيسي لاعب وسط الزمالك، سقط على أرضية الملعب. ولا يزال النصر يبحث عن هدف التعادل، لا يزال يبحث عن هدف التعادل. لويس كاسترو يفكر في ماذا؟ جماهير النصراوية لا تصدق ما يحدث. هدف زملكاوي من نقطة الجزاء عن طريق أحمد سيد زيزو، فرحة كبيرة للجماهير الزملكاوية. شوف اللي لابس تيشيرت الأهلي حاضر في مدرج الزمالك، يشجع الزمالك لأنه يمثل مصر من دون شك. الأهلاوي الحاضر في ملعب المباراة بالرغم من التنافس الكبير والتاريخي بين الغريمين الكبيرين الزمالك والأهلي. اليوم الزمالك يلعب
في البطولة العربية ويمثل الكرة المصرية والأفريقية. النصر يمثل الكرة السعودية والآسيوية. 1-0 للأبيض على الأصفر لحد الآن. ليلة بيضاء زملكاوية على حساب النصر، والجماهير النصراوية مصدومين لحد الآن، مصدومين لا يصدقون ويأملون وينتظرون العودة، ينتظرون العودة. نجوم كبيرة تتلألأ في خط المقدمة للنصر لحد الآن من دون فاعلية، لحد الآن لا يفرحون المدرج النصراوي، لحد الآن خارج البطولة. لكن عندنا وقت، والوقت 20 دقيقة، 20 دقيقة متبقية على نهاية اللقاء. 1-1 تؤهل النصر، وكرة لبروزوفيتش للمتحرك الخطير ساديو ماني. أعطى فاعلية كبيرة، أعطى فاعلية كبيرة عندما دخل. تاليسكا الآن يلعب رمية جانبية. غنام مع ماني لبروزوفيتش، يرسل كرة وأمامية طويلة طالت على كريستيانو. حصل على ضربة زاوية كريستيانو، حصل على ضربة زاوية كريستيانو، لكن على ما يبدو أن حكم المباراة يشير إلى ضربة مرمى. هل غادرت الكرة؟ لم تغادر، لم تغادر. هل غادرت؟ غير واضحة من هذا المكان على الإطلاق، وبالتالي حكم المباراة يشير إلى أن الكرة راحت إلى ضربة مرمى. حكم المباراة يقول لحارس المرمى أن هناك وقت فعلي وكل شيء سيحتسب. الزملكاوية فرحانين، الزملكاوية مبسوطين، مبسوطين بالنتيجة، مبسوطين من أداء فريقهم الذي يقدم لحد الآن مباراة رائعة ويتفوق على حساب النصر. والآن شيكا سيغادر، يدخل مكان إبراهيم انداي. شيكا تحية كبيرة لنجم الزمالك شيكا بالا، تحية كبيرة من العشاق السنغالي. إبراهيم انداي يدخل في تشكيلة الزمالك في تغيير ثاني للسيد أوسوريو، يعطي طبعا فاعلية كبيرة على الجهة اليمنى. لاعب نشيط لسه داخل، السنغالي صاحب 25 سنة. أصوات الزملكاوية في ملعب المباراة لحد الآن هي الأعلى. وعندنا كرة لعمرو السيسي لأحمد سيد زيزو، يتقدم زيزو وتخطف الكرة من جانبي لجامي. تمريرة خاطئة من لجامي، عادت من جديد. فتوح يمرر خطيرة، والعمري في التدخل يرسل كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. لا يزال النصر يعاني. أوسوريو الكولومبي صاحب 62 سنة، الرجل الذي كانت أبرز محطاته منتخب المكسيك. درب شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز في دوري الولايات المتحدة في الدوري الأمريكي. لكن عندنا كرة خطيرة جدا ومحاولة وعرضية خطيرة، وكرة لإبراهيم انداي. إبراهيم انداي البديل، كرة راحت إلى خارج أرضية الملعب. أنا قايل لكم هذا خطير وفنان خطير. يا سلام على زيزو. أعطى حكم مباراة مبدأ إتاحة الفرصة، والكرة الراسية مرت سليمة على مرمى النصر، كانت ستصعب المهمة. عادت الكرة من جديد عند الغنام يرسل كرة لسليهم خطيرة، وكرة وسقوط على أرضية الملعب، وحكم المباراة لا يعطي شيء. بينما كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رضوان جيد يطلب الهدوء ومطالبة نصراوية بضربة جزاء لعبد المجيد الصليهم. هذه الكرة وهنا اللقطة هنا من هذا المكان ليست واضحة، لكن هذه اللقطة ربما تكون واضحة
لحكم الفيديو، لا وجود الاشتراك، لا وجود حسب قرار حكم المباراة لأي شيء في كرة تصليهم. راحت كرة لكونان، ساديو ماني يلعب كرة لتاليسكا، مرة أو هذا فوفانا، قطعت كرة فوفانا، راحت لمصلحة محمد عبد الغني. تبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية للغنام، يلعب كرة لبروزوفيتش، الغنام يعيدها للاجامي. النصر أكثر استحواذ على الكرة، لكن لحد الآن الزمالك هو من يتأهل. خرج ساديو ماني، تمريرة في العمق، فوفانا يلعب كرة لبروزوفيتش على اليمين للغنام، والغنام عرضية، اصطدمت الكرة وراحت لفوفانا، فوفانا يرسل كرة، بروزوفيتش عرضية وراسية تاليسكا، بعيدة 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 من جانب تاليسكا، بعيدة من تاليسكا. نجح بروزوفيتش في لعب الكرة، نجح في لعب الكرة العرضية على راس تاليسكا، مرت سليمة على مرمى الزمالك، راحت إلى ضربة مرمى، راحت إلى ضربة مرمى عند محمد صبحي. شوف العرضية، كانت عرضية رائعة وعلى راس تاليسكا، لكن راحت إلى ضربة مرمى عند محمد صبحي. بطاقة صفراء على محمد صبحي، ربع ساعة فقط على نهاية اللقاء، ربع ساعة على نهاية اللقاء، والزمالك لا يزال متفوقا، لا يزال متفوقا. الشباب 1-0 على الاتحاد المونستيري. الجماهير النصراوية لا زالت تأمل بالعودة، لا زالت تأمل بأن يعود، عندهم ثقة، عندهم ثقة بفريقهم، عندهم ثقة بأن النصر ربما يعود في أي لحظة، عند القدرة وعند البوادر ربما، لأن الكرة خطيرة الآن لزيزو، زيزو أمام تغطية موجودة، تقطع الكرة وتعود عند كونان، طالت الكرة على كونان وراحت إلى رمية جانبية زملكاوية. خطير الزمالك في الكرات المرتدة من الطرف الأيمن، على جيدي لعب الكرة لكن طالت على كونان وراحت إلى رمية جانبية. لعبت الكرة وصلت عند ساديو ماني، يفتك الكرة ساديو، وصليهم لم يكن يطالع الكرة، طالت وراحت عند مين؟ عند الغنام. يلعب الكرة للاجامي من جديد. النصر يبدأ كرة من الخلف، البناء من الخلف مع كرات كونان مع ساديو، راحت لصليهم، طالت على صليهم، قطعت من امامه، راحت في وسط الملعب، طويله واماميه، اقرب لنواف العقيدي. يلعب كره لبروزوفيتش الى جانب الغنام، غنام ينتظر، يمر بكره ويمرر عند عبد الله العامري الى كونان. ساديو في محاوله للنصر الان، ساديو ماني، عبد المجيد الصليهم لكونان، محاولة لعب كرة عرضية داخل المنطقة، تغطية موجودة، فوفانا يرسل كرة لتاليسكا والكرة إلى يد حارس المرمى محمد صبحي. كل الكرات لا تنجح، لا تنجح لحد الآن، وبالتالي إلى يد محمد صبحي، إلى يد محمد صبحي. النصر غير قادر على الوصول لمرمى الزمالك. من كرة واحدة من الممكن أن يفعلها النصر، رمية جانبية زملكاوية، لا يصدقون ما يحدث. فرحة كبيرة للجماهير الزملكاوية، نادي كبير، إصرار كبير، روح كبيرة، ومعروف الزمالك بقتاليته وشراسته في كل البطولات. زمالك عندما يلعب فإنه يلعب للتاريخ، يلعب للشعار، يلعب من أجل العشاق، يلعب لأن يفرح كل الأنصار، وبالتالي نحن أمام تفوق زملكاوي على النصر العالمي. لحد الآن
1-0 يقصي النصر من البطولة العربية. كرة للغنام، يرسل كرة لبروزوفيتش إلى كريستيانو، خرج كريستيانو، تمريرة لكريستيانو. سليهم الآن ينقل كرة، لابد أن تكون كرة سريعة إذا ما أراد النصر أن يصل. ساديو ماني يحاول الآن، يتقدم في كرة وعرضية، لكن تغطية حاضرة. كل الكرات لا تنجح، كل الكرات لا تنجح. وسليهم يحاول أمام تغطية موجودة. لا زالت زملكاوية. فتوح بذكاء ينجح في أن يجعل سليهم يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى عند محمد صبحي. ليلة زملكاوية لحد الآن. لا زالت 10 دقائق متبقية، لا زالت 10 دقائق متبقية لحد الآن. هل يعود النصر الآن؟ هل يعود النصر؟ هل يعود النصر أم أن الزمالك يحكم القبضة ويقصي العالمي من بطولة كأس الملك سلمان مرة أخرى بعد 2017؟ انتصار 2-1، اليوم 1-0 في البطولة العربية. كرة لتاليسكا، ينتظر، يمرر لفوفانا، تقدم نصراوي وتمريرة خاطئة في التمرير، لكن إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. تركيز عالي حقيقة من جانب لاعبي الزمالك. فوفانا لكن لم يوفق في المرور. عادت من جديد لبروزوفيتش، يتقدم في كرة، يمرر لسليهم، وسليهم يحاول أمام تغطية، ينتظر، يمرر للغنام، محاولة نصراوية. بروزوفيتش يلعب كرة عرضية والتغطية حاضرة. تركيز عالي من جانب لاعبي الزمالك يستمر لحد الآن. تركيز عالي من جانب لاعبي الزمالك في ابعاد كل الكرات، وتمركز رائع جدا، تمركز عالي. لاعبين خبرة في الزمالك، عندهم قدرات للمحافظة على مرمى الزمالك. وكريستيانو يمرر الآن، خطيرة نصراوية وعرضية وكرة. تاليسكا كان ينتظرها. شوف الإصرار، شوف فتوح خرج من أمام تاليسكا وأبعد الكرة الخطيرة. راحت من جديد نصراوية، محاولة لماني، ساديو ماني ينتظر، ساديو يمرر، كونان مع مين؟ مع العامري، يرسل كرة أمامية وطويلة وخطيرة للغنام. كرة ممتازة، سليهم عرضية وكرة خطيرة نصراوية، خطيرة على مرمى الزمالك. خطأ من جانب لاعبي الزمالك في ابعاد الكرة، لكن لم تمر. وصلت من جديد عند بروزوفيتش. سريعة الآن، سريعة من جانب النصر، سريعة المباراة. النصر يضغط، النصر يحاول، ينتظر أي فرصة في الأمام للانقضاض والتسجيل. ساديو ماني طالت الكرة عليه وراحت في المرتدة السريعة الآن الزملكاوية. وحكم المباراة يعطي خطأ لمصلحة أحمد سيد زيزو. من الممكن زيزو أن يضرب النصر في كرة مرتدة، سريع ومهاري، وعندنا اندفاع نصراوي كبير الآن في الأمام. ونحن نمر مع الدقيقة 83. كرة تصل وحكم المباراة يعطي خطأ لمصلحة ساديو ماني. خطأ عند بروزوفيتش. تلعب كرة لسليهم، بروزوفيتش، فوفانا في وسط الملعب. تغيير اتجاه اللاعب عند الغنام مع فوفانا، يرسل كرة لفوفانا. تاليسكا ينتظر، يمرر كرة على اليسار لكونان إلى جانب بروزوفيتش، يمرر كرة لبروزوفيتش، تراجع وتمريرة ماني لكريستيانو وتسلل على كريستيانو. الراية مرفوعة، راحت الكرة. شوف لو لعب الكرة العرضية كان من الممكن. راحت الكرة إلى ضربة مرمى، لا يوفق النصر لحد الآن
في أي كرة للتعادل. يحاول الآن زيزو، يريد أن يلعب كرة عرضية، يمرر عرضية من فتوح، تغطية موجودة، راحت نصراوية، وصلت لمصلحة علي لجامي. لجامي مع فوفانا، يتقدم في كرة إلى الأمام. فوفانا على اليمين، غنام ينقل كرة للجامي من جانب النصر من جديد. لم يتبقى من الوقت الكثير، لم يتبقى الكثير من الوقت. الآن كونان يتقدم في كرة إلى الأمام. الله! الرأس الذهبية، الرأس الذهبية كريستيانو، كريستيانو الذهبي، كريستيانو التاريخي، كريستيانو التاريخي. الله على كرة، الله على كونان، شوف الكرة، اوه ارتقاء عالي، حط الكرة، حط الكرة. يا سلام، يا سلام على النصر، يا سلام على كريستيانو، الرأس الذهبية، حط الكرة، حط الكرة، حط الكرة، وسجل هدفه التاريخي 146 كأفضل هداف بالكرات الرأسية. حطها كريستيانو وتعادل النصر العالمي. 1-1 مستحقة، 1-1 مستحقة من دون شك، لأن النصر ضغط كثير وتقدم إلى الأمام واستطاع أن يتعادل، استطاع أن يتعادل 1-1 في وقت قاتل، قاتل، قاتل على الزملكاوية، قاتل على الأبيض. أصبحت صفراء، أصبحت صفراء الآن، ليلة صفراء في الطائف. نعم تعادل، لكنها صفراء، لأن النصر سيرافق الشباب في ربع النهائي. يا سلام على هدف، يا سلام على كرة، يا سلام. كريستيانو حطها مباشرة إلى ضربة مرمى عندنا حينها. سجل انتصار في تلك المباراة. اليوم على مستوى بطولة الأندية العربية سيلتقي بالرجاء في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية. الآن فوفانا سيغادر، سيدخل علي الحسن في تشكيلة لويس كاسترو. حقيقة لويس كاسترو فعل كريستيانو بالكرات الرأسية. يعني لو شاهدنا، شوف النصراوي، شوف الطفل النصراوي، شوف الجماهير النصراوية الآن. أصبحت الفرحة هنا. هكذا هي كرة القدم، أصبحت الفرحة في المدرج الأصفر، انتقلت من الأبيض للأصفر. ليلة صفراء في الطائف لحد الآن، لأن الزمالك يملك الروح، يملك الأسرار. من الممكن أن يعود في أي لحظة. كرة لمصلحة الزمالك، إبراهيم انداي يلعب كرة أمامية لإبراهيم، ويلي على إبراهيم، إلى نواف. كريستيانو يضع النصر في ربع النهائي. كريستيانو، وشاهدوا كيف فعالية الأظهرة في لعب الكرات العرضية لكريستيانو. شوفوا في ضربات الزاوية، رونالدو محمي من 2 من لاعبي النصر. يريد أن يستغل، نعم نجم كبير ورأس ذهبية، يريد أن يستغل لويس كاسترو في الكرات الرأسية. رونالدو أعطى النصر العودة في المباراة الماضية عندما سجل من كرة رأسية في مباراة النصر الماضية أمام الاتحاد المونستيري. ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى في هذا اللقاء ويعيد النصر أمام الزمالك بعدما أعطى التفوق في مباراة النصر أمام الاتحاد المونستيري وسجل الهدف الثاني بالرأس. الآن يعادل النتيجة أمام الزمالك ويعطي النصر بطاقة التأهل. نعم بطاقة التأهل. الكرة في يد نواف العقيدي، إلى يد نواف العقيدي. النصر مرشح
فوق العادة للذهاب إلى مراحل متقدمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية. مباراة كبيرة منتظرة أمام الرجاء البيضاوي إذا ما استمر التعادل. عندنا 2.5 دقائق. الزمالك لن يستسلم، الزمالك لن يستسلم، لكن هل يسعى بطولة الأندية العربية لأنها تقام في بداية الموسم؟ فرحة كبيرة وعرضية وكرة لتاليسكا لكنها مرت والتغطية حاضرة والكرة تعود من جديد لمصلحة علي الحسن. علي يمرر للعامري مع صليهم وصافرة النهاية. نعم تنطلق الآن من رضوان جيد الحكم الدولي المغربي لأن تنهي